يقول السائل: أريد أن أصوم العشر من ذي الحجة، فهل عملي هذا خطأ؟ إن كان نقاش مع أحدهم قال لي إنه لا يوجد حديث صحيح صريح بصيامها. نعم، هو خطأ وغير خطأ، يعني فيه وفيه. أولا نعم، لم يأتي حديث صريح بصيامها، لكن جاء نص عام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح، فله أن يصوم. لكن الخطأ أين؟ أنه يريد أن يصوم العشر. اليوم العاشر عيد لا يحرم صومه، وإنما يصوم التسع، يصوم أول 9 من ذي الحجة. أما اليوم العاشر فلا يجوز صومه لأنه يوم عيد وهو محرم صومه، لكن يصوم ال9 أيام ما في بأس إن شاء الله تعالى. هذا من الأعمال الصالحة.